هو انا ينفع اتعلم لغتين مع بعض؟ طبعا سؤال بيتسأل كتير جدا. هو انا ينفع ادرس لغتين مع بعض؟ ينفع اتعلم لغتين مع بعض؟ هو السؤال دلوقتي بيكون هو اي لغتين يعني. ينفع ادرس لغتين مع بعض؟ ممكن طبعا، بس هو السؤال دلوقتي اي لغتين لانها بتفرق. يعني مثلا ايطالي مع اسباني، وطبعا ده سؤال بيتسأل كتير. الايطالي مع الاسباني، يعني ان انا ابدا اتعلم ايطالي مع اسباني الاتنين مع بعض، طبعا ده مش صح. مش صح كتير الحقيقه، لان الايطالي والاسباني لغتين متقاربين جدا. فمش صح ان انا ادرس ايطالي واسباني في نفس الوقت. يعني ما ينفعش ابدا اللغتين مع بعض في نفس الوقت. لكن لو انا بتكلم ايطالي كويس، او انا اتعلمت ايطالي وبقيت بتكلم ايطالي كويس، ممكن ادرس بعديه اسباني. ممكن في الحاله دي ادرسه بسهوله جدا. بس ما ابداش الاتنين مع بعض في نفس الوقت. يعني كل اللغات ما تنفعش مع بعض؟ اكيد لا. في لغات تانية تنفع مع بعض. لو اللغات متقاربة زي ايطالي واسباني مثلا، لا مش صح قوي. لو لغات مثلا، لو انا مثلا عايز ادرس مثلا ايطالي وانجلش مثلا، ينفع الاتنين مع بعض؟ ينفع طبعا الاتنين مع بعض، لان الاتنين لغات مش لاتن يعني. يعني في لغات يعني في اللغتين مش قريبين لبعض قوي. لان الايطالي لغة لاتن، لغة لاتينية. لكن الانجليش لغة مش لاتينية طبعا. الانجليزي لغة جرمانية، مش الماني، هو جرماني. يعني لغة جرمانيك. فالانجليش لانه هو مش لغة لاتينية، فممكن ندرسه مع الايطالي لان مفيش تقارب كبير قوي. فما يحصلش لخبطه قوي لما بدرس الاتنين مع بعض في الاول. فمش كل لغتين ينفعوا مع بعض ابدا بيهم دراسه، ومش كل لغتين ما ينفعوش. تفرق اللغه دي ايه واللغه دي ايه. بونا فورتونا.